لو لسه مستلم شقتك في الإسكان الاجتماعي جديد، ما تبدأش تشطب شقتك قبل ما تكسر الحمام وتشوف بيبة الصرف والبانيو، لأن أغلب مشاكل السباكة بتكون مستخبية تحت السيراميك. خليك معايا عشان ما تندمش بعدين. بعد ما استلمت الشقة بأسبوع وأنا ماشي في الطرقة، لقيت على الحيطة نشع قديم وملح جنب الحمام. ساعتها قلت لأ، كده في مصيبة مستخبية تحت السيراميك. قلت لنفسي بعد ما خلصت الحديد، الحمام ده لازم يتفور، أكسر الأرضية وأشوف الكارثة دي فين. جبت سباك واتفقت معاه ياخد الشغلانة مقاولة. أول حاجة عملها فك القعدة والحوض وطلعهم بره. بعدها فك البانيو وبص على الصرف بتاعه، ولما بص على الصرف طلع ان فيه تسريب ولقى تحتيه فاضي، والبانيو ذات نفسه كان راكب غلط من الاول. بعدها كسر السيراميك القديم وشال الراتش وشال الرملة كلها لحد ما وصل لأرضية الحمام. اتأكدنا ان العزل معمول ببلك واسمنت والدنيا 100 وسليمة. كان فاكك بيبة الصرف ورجع ركبها صح ولحمها مع ماسورة صرف البانيو بعد ما اتأكد انها تمام. كده انا اطمنت ان مية الصرف هتمشي صح من غير ما ترجع او تتسرب تحت السيراميك. رجع الرمل وبدأ يركب السيراميك الجديد اللي انا مختاره من المعرض بنفسي، مقاس 50 في 50. ركبه بميول مظبوطة ناحية البيبة، وانا شخصيا شلت البانيو خالص ووسعت الحمام علشان يبقى اريح واوسع. بعد ما السيراميك نشف عزله بمادة اسمها سيتوفي، ورجع القعدة والحوض وربط الوصلات مع الخلاطات وجرب الصرف وكل حاجة طلعت تمام، وسلمني الحمام أحسن من الأول. نصيحة مني ليك، قبل ما تشطب حمامك كسر وشوف تحت السيراميك، افحص العزل والبيبة والمواسير، اختبر الصرف قبل ما ترجع الرملة. انت شايف كان ممكن أسيب الحمام زي ما هو وأغامر، ولا أنا كده عملت الصح؟ ولو شايف ان الفيديو ده مفيد، ما تنساش تعمل لايك وتشيره مع اي حد لسه مستلم شقته، وسيب لي رأيك في الكومنتات. وكمان ما تنساش تتابعني عشان تشوف باقي الخطوات اللي هنزلها قريب بإذن الله.